بيبدأ فيلمنا النهاردة صديقي المشاهد بمشهد غريب جدا لأم عمالة تعيط قدام بنتها الميتة، وبتطلب منها تسامحها لأنها ما كانتش أم صالحة معاها. بتسكت الأم شوية وعينيها بتيجي على سكينة كبيرة محطوطة على الحيطة. بتقوم وبتمسكها وبتقول لنفسها إنها لازم تنتقم لموت بنتها وتخليهم كلهم يدفعوا الثمن. بتاخد السكينة وبتطلع من الأوضة وبتروح حظيرة الحيوانات وبتنفس عن غضبها هناك. بتروح ناحية البيت وبتلاقيهم بيحتفلوا بعيد ميلاد بنتهم. بتفتكر بنتها الميتة ومش بتقدر تستحمل، وبتروح تلف نفسها بالحبل عند الشجرة وبتخلص على نفسها. بيعدي 30 سنة بالتمام والكمال، وبنشوف بنت اسمها أروم وهي في الفصل بتاعها، وبتبدأ تعزم زمايلها على عيد ميلادها قبل ما تيجي المدرسة. بتبص أروم بره وبتتجمد ملامحها لما بتشوف شبح. بتصرخ وكل الفصل بيبص عليها. بتحاول تتمالك أعصابها وتهدى، بس للأسف مش بتقدر لما بتشوف الشبح تاني. بتاخد قلم صاحبتها وبتضرب صاحبتها التانية من ظهرها. بيبدأ الكل يصرخ ويفكرها مجنونة، والموضوع مش بيقف لحد كده، لأن الشبح بيفضل يظهر كذا مرة لأروم ويتجسد في أصحابها، وهي بتفضل تضربهم بالقلم وبيتقلب الفصل كله الفوضى. بيتعمل لها استدعاء ولي أمر، وبتيجي لاستينا عشان تشوف اللي عملته بنتها. بيقدم لها المدير قرار بطرد أروم نهائي من المدرسة، وفي المقابل مش هينقل الموضوع للشرطة. بتوافق لاستيني مضطرة عشان مصلحة بنتها، وبتاخد أروم وبيرجعوا البيت. بتيجي ليا بنت جوز لاستيني من زوجة تانية وأخت أروم الغير شقيقة، وبتقول لها إن موضوع أروم زاد عن حد وكلامها عن الأشباح وإنها بتشوفهم. وبتنصح لاستيني إنهم يستسلموا للأمر الواقع وينقلوها لمستشفى المجانين. بتتعصب لاستيني من كلامها، وبتقول لها حتى لو أروم مش أختك الشقيقة بس هتفضل أختك. بتحاول ليا تفهمها وتشرح لها إنها ما تقصدش، بس لاستيني بتكون أخدت بنتها أروم ومشيت. بيركبوا العربية وبتتكلم أروم مع أمها وبتقول لها افرضي كلام أختي صح وأنا فعلا مجنونة. بتتأثر لاستيني وبتبدأ تطمن بنتها إنهم هيلاقوا علاج وربنا هيكرمهم. بتاخد إيد بنتها وبتبوسها وبتوعدها إنها مش هتسيبها غير لما ترجع طبيعية، وإنها دايما هتفضل تحبها لأنها بنتها. بتعيط أروم وبتتجدد ثقتها بنفسها، وبتريح راسها على إزاز العربية وبتدعي ربنا تتعالج. بيظهر لها شبح في المراية بيضحك وبيقول لها اللهم آمين يا حبيبتي، والله وأنا أكره لك الخير يعني؟ ده أنت شيطان غتت. بيوصلوا البيت أخيرا وبيستقبلهم راما أخو أروم وابن لاستيني. بيحاول يهزر مع أخته، بس بتيجي الأم وبتقوله سيب أختك دلوقتي عشان تعبانة. بيقلق راما على أخته وبيروح وراها الأوضة. بترمي أروم شنطتها على الأرض وبترمي نفسها على السرير. بيدخل راما الأوضة بحذر وبخطوات بطيئة جدا، شكله شاف الويل منها يا عيني، بس أخته هيعمل إيه يعني، لازم يطمن عليها. بيطلع راما على السرير ولما بتبصله أخته بيصرخ. بتستغرب وبتسأله أنت بتصرخ ليه؟ بيرد وبيقول لها احتياطي يا أختي، والله ما أنت معفرة البيت كله بالعفاريت بتوعك، المهم يلا بينا نلعب. بتوافق أروم وبتقول لأخوها يسيبها تغير هدومها الأول وبتقفل الباب. بتروح لاستيني تبص في صورة جوزها إدوارد وبتحزن على فراقه. بتبص على التاريخ وبنرجع بالزمن وبتفتكر ليلة وفاته لما راح لبنته أروم عشان يحتفل بعيد ميلادها، بس الممسوسة هي اللي بتحتفل بيه وبتخلص عليه بضربة واحدة. بتيجي لاستيني وبتجري على جوزها اللي بيوصيها إنها تعالج أروم بأي طريقة، وبيقول لها السر كله في المفكرة وبيموت. حاجتين خاف منهم في الفيلم ده، أول حاجة أروم وتاني حاجة يوم عيد ميلادها. بترجع لاستيني لوعيها وبتروح تفتح مفكرة جوزها عشان تفهم ازاي ممكن تعالج بنتها أروم من المس والأشباح اللي بتشوفهم. بتروح تقعد وتقرا المفكرة وبتعرف إن بنتها أروم ممسوسة ودي كلنا عارفينها، وبتعرف كمان إن المس بيزيد يوم عيد ميلادها ودي قلتلكوا عليها. وبتلاقي جوزها كاتب لها قايمة بأسامي شيوخ ومعالجين روحيين ممكن يساعدوها في علاج أروم، وبيوصيها تعالجها قبل عيد ميلادها عشان الخسائر ما تزيدش. في نفس الوقت أروم بتلعب مع أخوها راما، وفجأة ملامح وشها بتبدأ تتغير تدريجي، وبتقول لأخوها اطلع على المرجحة يلا. بيسمع راما كلامها وبيطلع. بتقرب أروم منه وبتبدأ تلف المرجحة بسرعة جدا وبتضحك. بيصرخ راما وبتسمعهم أمهم وبتطلع تجري وبتنقذ الموقف. بتبص لبنتها أروم وبتقول لها استعدي وحضري شنطتك عشان هنعالجك. بيحضروا شنطهم وبتقتنع لاستيني أخيرا إن بنتها ممسوسة وهتنطلق عشان تنفذ وصية جوزها وتعالج بنتها. بيركبوا العربية وبتعتذر أروم لأخوها على اللي حصل. بتطلع لاستيني قائمة الشيوخ عشان تشوف هتبدأ مع مين فيهم. في نفس الوقت بتيجي ليا وبتعتذر للاستيني على اللي حصل في آخر مقابلة ليهم. بتدخل في حضنها وبتقرر تروح معاهم. بيركبوا هما الأربعة العربية وبيتحركوا بيها. بتبص لاستيني لبنتها أروم وبتوعدها إنها هتدخلها مدرسة جديدة عشان تخش الكلية اللي بتحلم بيها. بيضحكوا وبيهزروا مع بعض أثناء رحلتهم، وبيوصلوا أخيرا للقرية اللي هيقعدوا فيها عشان يعالجوا أروم. بتبص أروم حواليها وبتشوف شبح، وشكلها كده بداية مبشرة ربنا يستر. بيظهر شبح تاني وبيقول لها انتقام، مش بقول لكم بداية مبشرة. بيوصلوا لأول معالج مكتوب اسمه في المفكرة. بيبص لاستيني وبيقول لها ها مين فيكم المريضة؟
شكلك معالج نص كم. المهم بتقول له أروم بنتي ممسوسة ويا ريت لو تشوفها. بيبص راما لوالدته وبيقول لها عايز أدخل الحمام. والله يا ابني أنا لو منك عاملها على نفسي وما أقومش أبدا. بينادي المعالج الروحي على المساعدة بتاعته، وبيقوم راما وأخته أروم عشان توصله الحمام. بيتحركوا هما الاتنين، وتقريبا كده الحمام في نص الغابة وحاجة آخر جمال. بيبص عم جمال ده كمان للاستيني وبيقول لها أهم حاجة إنك تثقي فيا. بيكمل كلامه وبيقول لها بصي، الجن اللي على بنتك قوي جدا بس أنا أقدر عليه بسهولة، والمقابل بسيط جدا، يعني فلوس كتير عشان أتجوز تاني. شكلها قايمة دجالين مش قايمة شيوخ أبدا، ربنا يستر. بتتوه أروم في الغابة وبتبدأ تسمع أصوات غريبة وبتمسك دماغها. بتغمض عينيها من التعب، وأول ما بتفتح بتشوف شبح بيقول لها عم جمال ده مشعوذ شرير. بيشاور لها وبيوريها الدجال وهو بيحفر قبر وبيقدم البشر كهدايا. بيستأذن عم جمال وبيقول لهم هروح أحضر القعدة والعدة لزوم الشغل وطرد الأرواح بقى. بتبص ليا لأمها وبتقول لها ما تقومي بينا نمشي ده شكله سباك. بيبدأ الدجال يقول تعاويذ ويحضر العدة. بتتجسد الروح قدام أروم لحد ما عم جمال بيحس بيها وبيشوف الشجر وهو بيتحرك. بيروح ورا أروم وبيقرب منها بحذر، ولما بتبصله بيقفل عينيه وبيصرخ. طبعا ما انت سباك مش همك غير الجواز. بتختفي أروم وبتظهر الشبح مكانها. بيتخض عم جمال وبيقع على الأرض. بيفتح عينيه وبيفرح إنه لسه عايش. بتظهر الشبح تاني وبتمسكه من رقبته وبترفعه لفوق. بتيجي لاستيني وولادها وبتنادي على أروم عشان تسيبه. بتبص لها الروح اللي جواها وبتقول الدجال ده شرير أكتر مني، وبترميه على جذع الشجرة وبيموت في لحظتها. بتقع أروم على الأرض وبيغمى عليها وبياخدوها بسرعة العربية. وبنعرف إن رحلة علاجها مش هتكون بالساهل أبدا. بيعدي اليوم وبيتبقى 4 أيام على يوم عيد ميلادها، وبتحاول لاستيني تسابق الزمن وتعالجها قبل اليوم ده ما يجي وتتسبب في كوارث أكبر. بيوصلوا معبد بوذي وبيقابلوا السيدة روحانة، وبتعرف إن أروم ممسوسة من أول نظرة مش زي السباك اللي فات. بتقعد على الكرسي وبتلفها بالحبل. بيتجمعوا حواليها وبيقولوا تعاويذ. بترش عليها مية الورود ال7 عشان تحاول تطرد الروح اللي عليها. بتقعد روحانة مع لاستيني وبتقول لها أنا عارفة اللي حصل مع بنتك. بتطلب منها تغمض عينيها وبترجعها للماضي. بتفتكر لاستيني حياتها مع أبوها وأمها والكيان الغامض اللي ظهر لهم وبسببه عملوا حادثة بالعربية. بتشوف لاستيني مشاهد كتيرة ورا بعض وبتبدأ تستعيد ذكرياتها القديمة. بتبص لها روحانة وبتقول لها إنها مش هتقدر تعالج بنتها أروم، وإن الروح أقوى منها والطريقة الوحيدة لشفائها هتكون بإيد أمها. وبتقول لها كمان إن الروح اللي مستحوذة على بنتها اسمها مارسينا. بتتجمد ملامح لاستيني من الكلام اللي بتسمعه. في نفس الوقت بتبدأ أروم تخدع أخوها عشان يحررها. بيطلع درجات السلم وبيقرب منها خطوة خطوة. بيلف ورا الكرسي اللي قاعدة عليه وبيفك الحبل اللي مربوطة بيه. بتضحك أروم الممسوسة وبتبدأ تطير، ولما بنشوف وشها بنعرف إن روح مارسينا مستحوذة عليها دلوقتي. بتروح ناحية شخص وبتمسكه من رقبته. بتيجي روحانة وبتحاول تهديها وبتنادي عليها باسمها مارسينا. بتقوم الروح وبتروح ناحيتها. بتبص لاستيني ومعاها ابنها بخوف على أروم. مش بتعرف روحانة تهدي الروح اللي عليها. بتغفلها أروم وبتاكل صباعين منها وبترميهم على الأرض وبتطلع تجري في الشارع وسط الناس. بيطلعوا يجروا وراها بسرعة وبينادوا عليها. بتقف وبتبص لهم وبتضحك. في نفس الوقت بتيجي عربية تخبطها. بتقع على الأرض وبتفقد الوعي أخيرا. بيتجمعوا حواليها وبيهتموا بيها لحد ما بتفوق. بتيجي مساعدة روحانة وبتلبسها سلسلة وبتقول لهم إنها هتحميها مؤقتا. وبتقول لاستيني إن الروح اللي عليها لسه مش بكامل قوتها، وإنها هتستحوذ على بنتك وتسترد كل قوتها يوم عيد ميلادها. وبتنصحها تدور على حد يعالجها قبل عيد ميلادها ما يجي بكل الطرق. بتقرر لاستيني تكمل اللي بدأته وتتتبع قائمة المعالجين الروحيين اللي حضرها جوزها قبل ما يموت، لعل وعسى تلاقي واحد فيهم فعلا يقدر يساعدهم ويعالج بنتهم قبل يوم عيد الميلاد. أي أروم دي لو فضلت عايشة اليوم عيد ميلادها وحبيت تروح لها أنصحك ما تجيبش هدية. أنت روح وفي إيديك مية زمزم وتكون حافظ آية الكرسي والله المعين. بيعدي اليوم وبيتبقى 3 أيام على عيد ميلاد أروم، وبتحاول لاستيني تعمل بنصيحة روحانة وتفتكر ماضيها لأنه متعلق بالروح الشريرة اللي مستحوذة على بنتها. بيغلبهم النوم وبيناموا في العربية. بتصحى أروم على صوت أبوها الميت بينادي عليها. بتنزل من العربية بسرعة وبتروح وراه وبتشوف نفسها وهي بتخلص عليه. بتفتح عينيها وبتصرخ وبتقول إنها السبب في وفاة أبوها. بتنزل لاستيني من العربية بسرعة وبتحاول تطمنها إن ملهاش أي ذنب، وإن الروح اللي مستحوذة عليها بتحاول توهمها وتضعفها وتخليها تشك في نفسها أكتر عشان تتملك من روحها أكتر وأكتر. بيعدي اليوم على الفاضي، وبكده اتبقى يومين على عيد ميلاد المحروسة. ده لو عيد ميلاد أنا شخصيا والله ما أقعد أحسب له بالاهتمام ده. بتعيط أروم وبتقول لوالدتها كفاية كده وإنها تعبتهم معاها كتير، بس لاستيني بتتمسك بالأمل لآخر لحظة وبتوعدها إنها هتتعالج إن شاء الله. بيتحركوا بالعربية وبيوصلوا للمكان اللي بعده، واللي أجواءه بتكون غريبة ومخيفة. بتوصل للبوابة وبتسأل عن الأستاذ درجات. بيجاوبها الراجل وبيقولها اتفضلي يا لاستيني، الأستاذ في انتظارك.
بتستغرب إنهم عارفين اسمها وبتتفائل خير المرة دي. بتدخل لاستيني وولادها بيستنوا بره. بيقابلها درجات وبيقول لها مستنيكي بقالي سنين، وبيشاور لها عشان تقعد. بيقول لها جوزك مأمني عليها، وبيقول لها إنه مجهز كل حاجة. بيغضب منها لأنها اتأخرت عشان ما كانتش مؤمنة بالظواهر الخارقة والغيبيات. في نفس الوقت بتتجهز أروم عشان تبدأ جلسة طرد الأرواح. بيكمل درجات كلامه وبيقول للاستيني إنه لو فشل في طرد الروح من جسم بنتها للأسف هيكون مضطر إنه يخلص عليها عشان الشيطان ما يزيدش قوة. مش بتستحمل لاستيني كلامه وبتترجاه يساعدهم، وبيوعدها إنه هينقذ بنتها. بيسكت شوية وبيقول لها الشيطان ده مرافقك من زمان بس انتي ما كنتيش واخدة بالك. بترجع لاستيني بالذاكرة وبتفتكر بنت الخدامة بتاعتهم وهي مريضة. بتحاول تفتكر أكتر بس بيقاطعهم تلميذ الأستاذ اللي بيقول له كل حاجة جاهزة. بتبدأ مراسم طرد الأرواح لأروم وبتتحرك وسط موكب ملكي ولا كأنها الملكة كليوباترا. بيدخلوها جوه قفص عصافير وبيغطوها بملاية بيضة عليها تعاويذ. بتبص لاستيني ناحية بنتها التانية ليا وبتقول لها انتي لابسة ليه شبه أروم. بترد وبتقول لها انها كمان ما تعرفش بس الأستاذ درجات اللي أمر بكده. بتبدأ التعاويذ والمراسم وبتبدأ ليا تتعب بشكل غريب جدا. بتجري لاستيني على درجات وبتسأله عن السبب. بيرد وبيقولها ده اتفاقي من زمان إن أنقل الروح الشريرة من جسم المضيف لمضيف تاني. بتحس لاستيني إن الدنيا بتلف بيها ومش بتتقبل إنها تنقذ بنتها أروم على حساب بنت جوزها ليا. بس ليا بتبصلها وبتقولها إنها متقبلة بقدرها عشان تنقذ أختها أروم. بتحضنها لاستيني وبتقولها أكيد في حل تاني غير ده. في نفس الوقت في حاجة بتحصل غلط في المراسم وبتختفي أروم فجأة. بيتقطع كل النور اللي في المكان وبتحضر الروح الشريرة وبتقول لهم لازم انتقم واخليكم كلكم تدفعوا الثمن. بتتقلب مراسم طرد الأرواح لفوضى وبتبدأ الروح الشريرة تنتقم منهم واحد ورا التاني. بتيجي مارسينا الروح الشريرة تتسلى على درجات هو وكل اللي معاه. بتستغل لاستيني الفرصة وبتاخد ولادها وبيدوروا كلهم على أروم. بتختفي روح مارسينا وبترجع أروم لوعيها. بتاخد لاستيني ولادها التلاتة وبيطلعوا كلهم جري على العربية. بتفتكر لاستيني بيت أبوها اللي اتربت فيه وبتروح هناك بالعربية عشان يستخبوا، وكمان تحاول تفتكر أي حاجة تساعدها في إنقاذ بنتها. بيجي الصبح وبيوصلوا القصر وبنعرف إن فاضل يوم واحد بس يفصلنا على عيد ميلاد أروم. بيدخلوا القصر المهجور من سنين. بترجع لاستيني بالذاكرة سنين طويلة وبتفتكر تحذيرات أبوها وأمها ليها عشان ما تقربش من الخدامة إينا وبنتها المريضة إيدا، وبنعرف إنها كانت الزوجة الأولى لأبوها. بتفوق لاستيني من ذكرياتها على صوت بنتها أروم اللي بتطلب مساعدتهم، وإنها مش هتستحمل يجي عيد ميلادها وهي لسه مريضة وتتسبب لهم بكوارث زي ما خلصت على أبوها من 4 سنين يوم عيد ميلادها. بتاخدها لاستيني في حضنها وبتحاول تهديها. بيدخلوا الأوضة وبتبدأ تترج بيهم. بيحاولوا يثبتوا أروم بكل الطرق لحد ما بتهدى فجأة. بتبص أروم لأمها وبتطلب منها تربطها في السرير عشان ما تسببش أي أذية لحد فيهم لما تستحوذ عليها الروح الشريرة. بتوافق لاستيني وبيربطوها في السرير تحسبا للي جاي، وبيطلعوا بره الأوضة وبيسيبوها لوحدها. بتمسك لاستيني صورة قديمة لأسرتها وبتبدأ تدخل في دوامة من الذكريات القديمة. بتشوف شبح إيدا بنت الخدامة. بتستغرب وبتروح وراها وبتفضل تتبعها خطوة بخطوة لحد ما بتفتح عينيها وبتفتكر أبوها وهو قاعد بيتكلم عن مصنعه الجديد على سفرة الأكل وهو مبسوط. بتدخل إينا وبتسأله لو بنتها إيدا هتاكل معاهم على السفرة ولا لأ، وبتفكره إنها برضه مراته. بيتعصب وبيخبط بإيده على السفرة وبيقولها السفرة دي للناس السليمة مش لبنتك المريضة، وبيطردها بره البيت. بترجع لاستيني للحاضر وبتدخل أوضتها وبتفتكر يوم عيد ميلادها لما جات لها إينا وعطتها دمية بمناسبة عيد ميلادها. بس أبوها بيدخل وبيرميها على الأرض وبيديها هدية أكبر بكتير، وبيفكرها إنه حذرها قبل كده إنها ما تجيش جنب إينا وبنتها إيدا. بتمسك لاستيني صورة تانية وبتفتكر إنها ما كانتش بتهتم بكلام أبوها وراحت تلعب مع أختها المريضة. بيروح عمها يقعد مع إينا وبنعرف إن اسمها الحقيقي مارسينا، نفس اسم الروح الشريرة اللي مستحوذة على أروم. بينصحها عمها إنها تهرب بس مارسينا بترفض وبتصبر نفسها وبتقول له يمكن لما البنات تكبر الموضوع يتغير ومعاملته تكون كويسة معاهم. بتبدأ لاستيني تمسك خيط مهم بتحاول تتبعه عشان تنقذ بنتها. بتروح تقفل أوضة أروم بالمفتاح وبتديه ليا وبتوصيها تاخد بالها ومحدش يفتح الأوضة لحد ما تيجي. بتطلع بسرعة وبتروح بيت عمها وبتقول له أنا عارفة إنك أنت السبب في الحادثة بتاعت والدي ووالدتي بالعربية، وبتسأله عن علاقته بمارسينا. بيرد وبيقولها إنه كان بيحبها بس هي ما كانتش بتحبه. أبوك عشان كان غني اتجوز مارسينا بس لما خلفت بنت مريضة بعدها عنه وراح اتجوز عليها أمك وبعدها خلفك، ومن ساعتها زادت معاملته الوحشة لمارسينا وبنتها. ولما بنتها ماتت بسبب إهمال والدك لصحتها ما قدرتش تستحمل وراحت تخلص على نفسها. بيكمل عمها كلام وبيكشف الحقيقة أخيرا وبيقول إن هو كمان ما استحملش اللي حصل وراح يطلع جثة مارسينا ويعمل بيها سحر أسود عشان ينتقم من أخوه ويستدعي قرينها. بتزعق لاستيني وبتسأله ذنبها إيه هي وبنتها السنين دي كلها وليه دفعها تمن غلطات أبوها. وبنعرف إن كل السنين اللي فاتت والعلامات اللي على ظهر أروم كانت بسبب شبح مارسينا اللي ملازمها من يوم ولادتها. بتبص لاستيني لعمها وبتترجاه يرجع بنتها لحالتها الطبيعية
وإنها مستعدة تدفع غلطات أبوها بنفسها بس ينقذ بنتها. في نفس الوقت بتبدأ مارسينا تتملك من أروم أكتر وأكتر، وفاضل ساعة بالظبط على عيد ميلادها، وحقيقي ده أصعب عيد ميلاد في حياتي لدرجة إني قررت محضرش أعياد ميلاد تاني. بيبص لها عمها وبيقولها دلوقتي مش هقدر أساعدك بحاجة، وبيسيبها وبيمشي. بتبدأ أروم تطير عن السرير وتقعد تضحك زي المجنونة وتمشي على الحيط زي الصرصار وبتحاول تفتح الباب. بتخاف ليها هي واخوها راما وبيرجعوا خطوات لورا، بس بنت المجنونة بتنزل لهم من السقف. بيطلع راما يجري من الخوف، وبتروح ليها عشان تدور عليه في كل مكان في البيت لحد ما بتلاقيه وبيتقفل عليهم الباب فجأة. بتروح لاستيني أوضة مارسينا القديمة وبتشوف شبح إيدا بنت مارسيني هناك. بتجري وراها بسرعة وبتختفي تحت السرير. بتوطي لاستيني وبتبص تحتيه ومش بتلاقي حاجة، ولما بترفع راسها بتشوف كل حاجة. بتخاف وبترجع لورا بسرعة وبتشوف إيدا وهي بتشاور لها من بعيد. بتروح لاستيني بسرعة وراها الغابة، وبيتبقى بالظبط 30 دقيقة ونطفي شمع عيد الميلاد. بتعمل لها إيدا علامة على شجرة، ولما بتوصل عندها بتشوف بنتها أروم واقفة من ظهرها. بتقرب منها وبتحاول تطمن عليها بس بتختفي ما بين إيديها. بيزيد غضب لاستيني وبتصرخ وبتنادي على روح مارسينا. بتنزل نقط حمراء على وشها، ولما بتبص فوق بتلاقي بنتها أروم القردة نازلة من الشجرة بسرعة وبتختفي على طول. بتبص لاستيني حواليها وبتحاول تدور على بنتها لحد ما بتلاقيها واقفة على الحافة. بتناديها عشان تقرب منها بس مارسينا مستحوذة عليها وبتضحك. بيجي عمها بسرعة وبينقذ الموقف وبياخدها وسط النهر وبيخلصها أخيرا من التعويذة، وبترجع أروم طبيعية. وقبل ما بيمشوا بتظهر مارسينا وبتاخد راس عم لاستيني. بتطلع أروم بسرعة من المية وبتلحقها مامتها وبتاخدها في حضنها وبتطمنها إن كل حاجة بقت بخير، وبتطلب أروم منها يرجعوا البيت. بتيجي روح مارسينا تهاجمهم. بتفادي لاستيني بنتها على آخر لحظة وبتدخل الروح الشريرة جواها. بتقوم أروم وبتقرب من والدتها بحذر. بتلف لاستيني وبنعرف إنها ممسوسة. بتاخد صخرة وبتقرب من أروم عشان تخلص عليها، بس قبل ما بتضربها بتحاول ترجع لوعيها وتنزع روح مارسينا اللي جواها عشان تنقذ بنتها، وبتطلب منها تهرب بسرعة. وبتضرب الصخرة على راسها لحد ما بتفقد الوعي وبتقع. بتجري أروم ناحية والدتها عشان تصحيها بس بتكتشف على طول إنها ماتت. بيعدي الوقت وبيروحوا التلات إخوات يزوروا قبر أمهم وبيجيبوا لها ورد وبيطمنوها إنهم بخير. وأروم بتقول لها إنها دخلت الجامعة اللي بتحبها، وليه بتطمنها إنها واخدة بالها منهم. وبيقربوا هما التلاتة وبيحضنوا بعض. وبس كده صديقي المشاهد، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة. أشوفكوا الفيديو الجاي. سلام.